حكيت بنفس قبل لا استقيل وقلت نفس الكلام للحكومه. قلت انا اتوقع والعلم عند الله ان راح تصير عندنا مشاكل تبدا من شهر 10. وانا اقول الان مثل ما قلت في كتاب استقالتي: اللهم احفظ الكويت من كل مكروه قادم من الايام. انا الان بذكر الارقام واقول للحكومه ما لها داعي تشغلين الابواب. ترى ما تهمني يعني، ما اعتقد في واحد، يمكن بعض الناس انضربوا اعلاميا، بعض الاخوه النواب. انا ما انضربت اعلاميا فقط، انا انضربت حتى في بيتي، حتى رزق اخواني اضطراب، ما يهمني. هم ترى يسكرون باب بس الله سبحانه وتعالى يفتح باب. حققت النفط يمكن 30 أو 40 سنه بعد الكويت. ابو ظبي الصندوق السيادي وصل تقريبا تريليون، واحنا ما وصل، يعني حسب احصائياتهم ما يوصل 500 مليون دولار، 500 بليون دولار. انا ارجو ان ما تشكل لجنه تحقيق في مجلس ربع الكويتي، مجلس ربع الامه، لان اذا تشكلت لجنه هناك صارت مصيبه، راح يصير قبيضه يدد الان عندنا في لجنه تحقيق داخل مجلس الامه. ردة فعل مني على قولة صدمة ما يتوقعونها. تعاملوا وياي بالاطار القانوني، انا مواطن وانتم حكومه عندكم سلطه، تعاملوا وياي وفق الاطار القانونيه، ما عندي مشكله. قدموا لي النيابه، مجلس وزراء، ما عندي مشكله. لكن اذا تجاوزت حدود القانون انا ما هدد، لكن اقول الله يعينكم تحملون ردة الفعل. انا ما هدد، بس انا اقول كلامي واضح. الحكي والهمس اللي يدور انا اقول ردة الفعل ما اعتقد انكم تحملون. عاملوني بالقانون، حاسبوني، قولوا اللي انتم تقولونه. انا برجع للارقام وباكد امام التسجيل حتى الحكومه اذا عندها شيء اتمنى بدل ما تلجا للامور. طبعا هذه اموال الشعب يعني تبقى اول شيء بالذمه وتعتبر امانه، وما راح احد يشيلها وياه للقبر. واحب اذكر الارقام واقولها بالتفصيل يعني مثل ما قلتها في المره اللي فاتت. وتعليقا نسيت اقول عن التلفزيون اليوم، حقيقه جزاهم الله خير منحوني الفرصه بان انا اتكلم عن واقع مرير ومؤلم وحقيقه يعني تم تغييبها.